السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتوا طيبين وينعاد عليكم رمضان بالخير واليمن والبركات. حبايب قلبي، يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد او فطار جديد مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده داخلين متحمسين ومتشجعين كده على الفطار على طول. المطبخ بتاعنا نضيف ومتروق ومفيهوش اي حاجة، مفيش فطار مكان السحور. نضفنا مكان السحور وسيبنا المطبخ بتاعنا نضيف لتاني يوم. قمنا من النوم روقنا شقتنا بقى مكان النوم، وبعد كده دخلنا على المطبخ على طول. طبعا انا ببقى عارفه انا هطبخ ايه تاني يوم، فما معاد السحور كده وانا بسحر الولاد بروح مطلعه بقى ايه الحاجه اللي انا هجهزها من الفريزر مثلا، او مثلا حاجة هشتريها من بره بشتريها قبلها بيوم. المهم ان انا ببقى مجهزة ومرتبة افكار ان انا هعمل ايه فطار تاني يوم، علشان ما بقاش قاعدة محتارة لحد مثلا الظهر او لحد العصر مش عارفة هطبخ ايه، والحاجة ما تفكش معايا، او مثلا اتأخر مثلا بره على الولاد لحد ما اجيب مثلا طلباتي. لا، بجهز فطار تاني يوم قبليها بيوم. قبل ما بدخل المطبخ كده بكون مجهزة كل حاجة معايا. يلا بينا بقى نصلي على النبي كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم، ونشوف هنعمل فطار ايه النهارده. هنعمل معانا كوارع. ايوه هنعمل كوارع زي ما انتوا سمعتوا كده واتفاجئتوا. ولادي قالوا لي كده في حد يعمل كوارع يا ماما او الاكل ده في رمضان؟ قلت لهم انا اعمل ايه يا جماعه؟ ما عادش عندي افكار خالص للاكل، وكمان كنا زهقنا من اللحمه والفراخ والحاجات دي، فقلت بقى نجدد كده. وانا ما بعملش الكوارع دي الا كل سنة مرة واحدة بس، لان احنا مش اكلت يعني العفشة او الحاجات بتاعة العجل ديت. احنا مش بنحبها قوي، يعني الكرشة مش بناكلها، الممبار ممكن ده شغال معانا، الفشة يعني احشاء العجل كلها مش بناكلها. الكوارع ممكن بناكلها مرة كده في السنة ولا حاجة، وبقية الحاجات لا مش بناكلها طبعا. فعلشان كده قلت بقى ايه نعملها مع بعض كده في رمضان. نعمل بقى ايه، عندنا رجل محترمة كده جايبينها متنضفة، نضفناها وغسلناها كويس جدا وحطيناها في ملح وليمون وسيبناها تتنقع شوية. وكمان عشان اللي ما بياكلش الكوارع عندنا جبنا له فرخة كده حلوة صغننة ومسكناها نضفناها هي كمان تنظيفة محترمة كده، ونقعناها هي كمان بشوية ملح وليمون. وبعد كده سيبناهم بقى خالص، وبعد كده رحنا نعمل ايه التتبيله بتاعه الفرخه اللي هتدخل معانا الفرن. فهنجهز بقى كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده بالترتيب بالظبط. انا بعمل معاكم الفيديو زي ما بيحصل معايا على طول يعني. دخلت المطبخ نظفته الاول وبعد كده اشتغلت. هو ده اللي انا بعمله في حياتي، يعني مش برتب لكم الفيديو على بعضه، بسيب لكم الفيديو زي ما انا اشتغلت فيه بالظبط. المهم بقى ان احنا هنعمل تتبيله للفرخه بتاعتنا. طبعا انا سبت الفرخه بتاعتي تتنقع اكتر من نص ساعه، انا لسه في قدامي وقت على الفطار. سبتها تنقع اكتر من نص ساعه وبعد كده رحت بقى ايه اعمل التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. هبتدي بتتبيله الفرخه وبعد كده هنروح نعمل بقى ايه الكوارع بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان انا حاطه ميه تغلي على النار علشان احط فيها الكوارع. قلت على ما الميه تغلي اكون عملت التتبيله بتاعه الفرخه. طيب يا نوع ما تاخدناش في دوجه، قولي لنا انت عملت التتبيله ازاي. حطيت زي ما انتوا شفتوا كده علبتين الزبادي، وحطيت صويا صوص، وحطيت دبس رمان ورشه ملح صغيره، وحطيت معلقتين صلصة، وحطيت معلقة زيت ومعلقة خل، وهضرب المكونات اللي معايا دي، وطبعا خلطة مشويات لحمة فراخ بقى اللي موجود عندك، وضربتهم كويس جدا. وهروح بقى اغسل الفرخة بتاعتي واصفيها كويس واسيبها بقى، وبعد كده احطها في التتبيلة بتاعتي. كانت معايا المية بتاعتي غليت، هنزل بقى بالكوارع بتاعتي كده في قلب المية، اسيبها تاخد غلوتين محترمين كده. بس هحط عليها قرنفل واحط عليها حبهان وطماطمايه، وهسيبها تغلي غلوة محترمة كده حوالي 10 دقايق. تنزل كل الريم اللي فيها وتنزل كل الحاجات اللي بتبقى في قلبيها بقى، ايا كان بقى بتطلع ايه، بتطلع رغاوي زرقاء كده. الغلوتين اللي على النار دولت قبل ما نطبخها بقى ونشوف هنعمل فيها ايه، هم دولت اللي بيطلعوا اي زفارة، وببقى مطمئنة ان الكوارع بتاعتي ريحتها تبقى حلوة ونضيفة وتبقى زي الفل. حطينا طماطمايه، حطينا قرنفل، حطينا ده فلفل اسمر حب عشان ما يسمرليش الكوارع معايا.
وحطيت قرنفل يعني قرنفل وحبهان صح كده، والفلفل الاسود، وحطينا الطماطمايه وسبناهم يغلوا حوالي ربع ساعه كده. وبعد كده رحت بقى ايه، حطيت الفرخه بتاعتي في التتبيله بتاعتها وعملت لها مساج حلو قوي. وبعد كده جبت بقى الكيس الحرايري بتاعي وحطيتها في قلبيه وحطيته في قلب الصينيه. وبعد كده هجيب بقى السكينه بتاعتي واخرم الكيس بتاعي، وانغز كمان الفرخه بتاعتي كده من جميع الجهات كده عشان تدخل في قلبها التتبيله. انا طبعا مش هرحاها من تحت وعشان تدخل في قلبها التتبيله، بس لازم اخرم الكيس كده عشان ما يفرقعش معايا جوه الفرن. وحطيت حوالي كوبايه كبيره من الميه السخنه. وبعد كده طبعا كنت مشغله الفرن، دخلتها جوه الفرن على طول علشان ما تاخدش مني وقت، لانها كانت فرخه من اللي هي الحمراء، مش فرخه بيضه. يعني دي مش فرخه بيضه خالص، دي فرخه من اللي هي الحمراء البلدي دي، فكنت خايفه تاخد مني وقت اكبر من وقت الكوارع. يعني الكوارع بتاخد وقت، كنت مفكره الفرخه هتاخد وقت مني اكتر من الكوارع، طلعت لا بالعكس. وسبتها لحد ما استوت، وهنشوف شكلها في الاخر. استوت مني جدا لان كنت معتقده ان هي هتاخد وقت اكبر من كده. المهم بقى سيبنا الكوارع بتاعتنا تغلي غلوتين محترمين، طلعت كل الريم اللي عليها وطلعت كل الزفارة اللي فيها. وبعد كده جبنا المصفى وهنبدأ نصفي بقى ايه الكوارع بتاعتنا في قلب الحوض في مصفى محترمة كده. وهنبدأ بقى نغسلها لو في شعراية في اي حاجة مش عجبانا في قلب الكوارع بتاعتنا، هن يعني ايه هنشيلها وننضفها كويس جدا. وبعد كده بقى ايه هنغسل الحله بتاعتنا وناخد الحله بتاعتنا تاني. انا عايزه اقول لكم ان الحله كبيره جدا على الكوارع، بس انا بحب اعمل الحاجه دي في حله كبيره كده علشان خاطر ما تقعش مني على البوتاجاز. وكمان ما كنتش عارفه ان هي بتكش قوي كده. المهم ان احنا هنشطف الحله بتاعتنا شطفه محترمه كده، وهناخدها على النار ونحط فيها معلقه سمنه بلدي، و نجيب بقى التوم المهروس بتاعنا وننزل بقى ايه بمعلقه السمنه البلدي بتاعتنا، وكمان معلقه توم مهروس معاها نفرم يعني مفرومين. يعني لو انت عندك التوم صحيح افرميهم في قلب الفريزر، انا عندي التوم متفرز جاهز. فهاخد معلقه كبيره كده من التوم وهمسكه بقى ايه التومه مع معلقه السمنه بتاعتي، اشوحهم مع بعض لحد ما ياخد لون. وكنت كمان عملت نص دورق من الطماطم صلصة عشان نعمل صلصة بقى، عشان نعمل النهاردة الكوارع بتاعتنا بشوربة حمرا. هنقلب بقى التوم التومة بمعلقة السمنة بتاعتنا ونشوحها كويس جدا، ونبدأ ايه نديها اللون الاصفر البسيط، ما تغمقهاش عشان الكوارع بتاعتك ما تبقاش غامقة، وكمان الشوربة بتاعتك ما تبقاش حامية على صدر الولاد يعني او صدركم. تمام كده يا حلوة انت وهي. نقلب بقى ونشوح التومة بتاعتي اهي، بقول لكم قربت تدخل في مرحلة الاصفرار. بعد كده هنجيب بقى المصفى بتاعتنا ونصفي الطماطم على التوم قبل ما يحمر. وبعد كده هنسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض، وبعد كده نرجع لهم ونشوف هنعمل فيهم ايه، لحد ما تحطي اللايك وتعملي شير للفيديو. وكمان لو اول مرة تشوفي قناتي وعجبك يعني محتوانا، اتمنى ان انت تشتركي معانا في قناتنا وتفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. وطبعا كل الناس القديمة وجودهم على راسي، بس ما تنسوش اللايك والشير يا حبايب قلبي. حطينا ايه هنا بقى على الصلصة عشان ما ننساش، حطينا رشة صغيرة من السكر، وحطينا رشة كمان صغيرة من الفلفل الاسود. وسيبنا الطماطم بتاعتنا تتسبك خالص. وبعد كده نزلنا بقى بالكوارع بتاعتنا على الصلصة. وبعد كده هنشوحهم مع بعض كده لمدة دقيقة كده، هنسيبهم يغلوا على ما نجيب لهم المية السخنة او المية العادية من الحنفية، مش هتفرق خالص معانا. وبعد كده نبدأ نزود زي ما احنا شايفين كده المية على الكوارع بتاعتنا، ونسيبها تغلي غلوة محترمة كده. وبعد كده نهد عليها النار لحد ما تستوي خالص. وبعد كده قبل ما يعني ساعة ما تدخل في السوا هنحط لها الملح ورشة فلفل اسود تانيين ورشة جوز الطيب صغيرة خالص. هنا بقى كنت بشوفها غليت ولا لا عشان اهد عليها النار، حسيت ان المية بتاعتها هتتشرب وكمان الكوارع بتاعتي باينة كده، قلت لا انا هجيب شوية مية كمان كده علشان خاطر تبقى غلوة واحدة وتبقى تزويدة واحدة، ويبقى ايه الموضوع زي ما انتوا شايفين كده، يبقى هو
هو مرة واحدة، ما اقعدش كل شوية ازود في الشوربة بتاعتي عشان تكون طعمها حلو من الاول خالص. حطينا بقى كمية المية بتاعتنا وغلينا الكوارع بتاعتنا ووطينا عليها النار، وزي ما قلت لكم بحط الملح ما تستوي خالص، خلاص استوت خلاص، هحط الملح بقى ورشة فلفل اسود ورشة من جوز الطيب، واسيبهم بقى ايه كده مع بعض، وهنرجع لهم تاني لحد بس ايه ما نعمل شوية العصير اللي معانا دول. عندي لبن، وقلت بقى نعمل حاجة مختلفة النهاردة، مش هنعمل يعني الخشاف ولا هنعمل تمر ولا هنعمل حاجات من دي، فقلت نعمل النهاردة عصير بما اني عندي حلويات جاهزة، فقلنا نعمل بقى عصير مع بعض النهاردة. جبنا اللبن، حطينا عليه شوية سكر، عندنا كام صابع موز كده هنمسكه نقشره ونعمل احلى عصير موز باللبن مع بعض كده، ونعمل كمان مع بعض احلى عصير جوافة باللبن مع بعض النهاردة. يبقى في شيء مختلف كده بعيدا عن التمر بقى والجو الخشاف وجو رمضان شوية كده، وفي نفس الوقت حاجة لذيذة ومغذية للولاد. كل اللي طالباه منكم يا حبايب قلبي دعوة كده منكم من القلب لولادي، ربنا يشفيهم ويعافيهم، لان بصراحة الموضوع زايد معايا على الاخر اليومين دولت. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، ما شاء الله عليهم التلاتة تعبانين مني خالص، وببقى واقفة مش مركزة خالص، وكمان بيبقى واقفة يعني محتارة اصور معاكم ولا ما اصورش، اشتغل ولا ما اشتغلش. بصراحة الموضوع محير جدا. ربنا يا رب في هذه الايام المفترجة يشفي اولادنا ويحميهم ويخليهم لنا، لان هم قرة عيننا زي ما بيقولوا. اي ضرر فيهم بيبقى ضرر لينا احنا، مش لحد تاني. فانا لما ببقى تعبانه ببقى يعني ما ببقاش ناعيه هم الدنيا زي ما ببقى هم تعبانين، بيبقى الدنيا بصراحه واقفه معايا وببقى مش شايفه وببقى محتاره خالص. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويشفيهم ويعافيهم ويخليهم ليا. كل اللي طالبه منكم يعني ان انتوا تدعوا لي تحت في الكومنتات، ربنا يشفيهم ويعافيهم ويعدي لي الايام اللي جايه دي على خير. المهم بقى يا حلوين نرجع لموضوعنا ونرجع للعصير بتاعنا. طبعا عملنا الموز باللبن، حطينا اللبن وحطينا السكر وحطينا الموز بتاعنا، ضربناهم ضربا مربحا، وحطينا نص عصرة ليمونة كده وضربناهم ضربا مربحا تاني، وبعد كده حطيناهم طبعا في الدورق بتاعنا او في الازازة بتاعتنا. بعد كده بقى عملت عصير الجوافة بنفس التكنيك، اللي هو حطينا اللبن، حطينا الجوافة، حطينا السكر، حطينا نص عصرة الليمونة اللي باقية، وبعد كده حطيناها. طبعا انا بشيل البذر بتاع الجوافة عشان مش هقعد اصفي في العصير يعني اكتر، يعني ما صفيش العصير بعد ما يعمله عشان يفضل الفوم اللي فيه زي ما هو. وبعد كده بقى ايه هبدأ ان انا عارفاهم من بعض، عصير الموز بيبقى غامق شوية وعصير الجوافة بيبقى فاتح شوية، هتعرفيهم من بعض. وطبعا ساعة الفطار والمندوق هتعرفي ايه الفرق ما بين عصير الجوافة باللبن والموز باللبن. الجوافة باللبن احلى من الموز باللبن، جربيه ومش هتندمي. المهم بقى هنروح نعمل شوية رز ابيض كده علشان خاطر نعمل فتة الكوارع مع بعض برز الابيض. فحطينا معلقة سمنة بلدي، وحطينا مكعب مرق الدجاج، وحطينا الرز بتاعنا نديله تشويحة كده، وحطينا عليه بقى ايه رشة من الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسيطة خالص. وحطينا الملح بتاعه طبعا، وهنبدأ نشوحه تشويحا مربحا كده عشان كل حتة في الرز كده تشرب من السمنة اللي موجودة معايا. وبعد كده هنزل بقى بمقدار المية اللي انا حباه. كنت حاطه ميه في الكاتل عشان يغلي ويستوي بسرعه، بس ايه حسيت ان هما شويه صغيرين كده، جبت حبه كمان في الطبق بتاعي وهسيبه بقى مجرد ما يغلي. ساعه ما يغلي على طول هوطي عليه النار، وبعد كده اسيبه يستوي ويتردد معايا ويبقى احلى رز فته انت كلتيه في حياتك. المهم بقى ان الكوارع بتاعتنا كانت استوت، هاخد 3 قطع واسيب الباقي كده في قلب الشوربه بتاعتهم. طبعا هنا الشوربه يعني الكوارع بتاعتي كانت استوت، وما كنتش حطيت الملح، حطيت الملح وسبتها تجلي حوالي دقيقتين كده. وانا خدت 3 قطع اعملهم طاجن كده بالطشه، وهندخلهم الفرن مع بعض. هجيب بقى سكينه واجيب معلقه وابدا بقى ايه اقطع. شايفين دايبه ازاي ومستويه ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال. هنبدا بقى نقطع
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الكوارع بتاعتنا كده، وناخد بقى كل اللي نعرف نسلكه من العظم كده هنسلكه، والباقي طبعا مش هنرميه ولا هنرمي العظم ده. العظم ده هيتأزأز يا جماعة، مفيش حاجة عندنا بتترمي، العظم ده بيتأزأز. فهناخد بقى ايه الحاجات اللي نعرف نسلكها كده ونحطها في قلب الطاجن، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. العظم بقى هرجعه في قلب الحلة تاني، بحيث الساعة يبقى سخن ساعة اللي تقديم الأكل. كان قبل الأكل حوالي بنص ساعة خلاص كنت عملت الرز، وكمان هحط الطاجن في الفرن جنب الفرخة بتاعتي. هطلع الفرخة واحط الطاجن تمام كده. هنعمل ايه بقى في الطاجن بتاعنا؟ هنقطع زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنروح نعمله طشة توم بخل بكزبرة بشطة بفلفل اسود. كل حاجة معانا هنشوفها دلوقتي، كل حاجة معانا بنعملها بخطوات بسيطة وبتكنيك بسيط خالص، ما يصعبش عليك الوقفة في رمضان ولا الوقفة في المطبخ في اي وقت انتي تكوني واقفة فيه. حاولي ان انتي ما تصعبيش الامور على نفسك، السهل بالنسبة لك اعمليه، وفي نفس الوقت الحاجة اللي تطلع معاكي هادية ونفسها يكون حلو يعني. المهم زي ما انتوا شفتوا كده، هنرجع بقى العظم بتاعنا في قلب الشوربة كده عشان يفضل سخن كده، عشان طبعا مجرد العظم ده بيبرد بيبقى مجرمس كده وما بتعرفوش تاكلوه. المهم بقى حطيت رشة صغيرة من الملح كده على الكوارع بتاعتي، وهاخد بقى ايه حوالي 3-4 معالق كبار او يعني كبشات بالشوربة اللي موجودة معايا كده، علشان ادخل الكوارع اللي معايا دي الفرن زي ما قلت لكم. بس هنعمل لها طشة حلوة قوي. هنرجع الكوارع دي بقيتها عشان لو حاجة لسه ما استوتش ولا اي حاجة ورا، هديها غلوة كمان بالملح يعني. وبعد كده هبدأ بقى ايه اعمل انا الطشة بتاعة الطاجن بتاعي وادخلها الفرن. هنا بقى كان الرز بتاعي غلي، فخلاص نشف من المية بتاعته، فاديت له تقليبة كده، وهجيبه بقى على العين الصغننة كده، واروح انا بقى اشتغل على العين الكبيرة شوية بحيث ان هي تنجزني. بس الطاسة بقى بتاعتي صغننة جدا، فكانت محيراني عمالة تتحرك كل شوية مني زي ما انت هنشوف دلوقتي. احاول اسندها باي طريقة، مش هبقى محتارة فيها خالص. المهم هنحط معلقة سمنة بلدي ومعلقة توم مهروس، وهنجيب الخل وهنجيب الفلفل الاسود والشطة والكزبرة معانا، وهنعمل احلى طشة كده على وش الكوارع بتاعتنا بعد ما فصصناها. طبعا تقدري تعملي يعني كمية الكوارع اللي موجودة عندك كلها بنفس الطريقة، بس حبيت اعمل ده وده علشان خاطر يعني ايه اللي مش هيحب الموضوع الطشة ده يعني موضوع فوق الطاجن ده بيتاكل بسهولة. الولاد ممكن ان هم ايه ياكلوه بسهولة، انما احنا بقى ممكن نمسك العضمية كده وناكلها كده. طبعا الناس بتوع ايه القرف ده وبتوع مامي وبابي ما لهمش سكة معانا في الفيديو النهاردة وفي الكوارع بتاعتنا النهاردة. هندي للتومة بتاعتنا تحميرة كده حلوة في السمنة البلدي، وبعد كده مجرد ما ياخد اللون هننزل بمعلقة الخل بتاعتنا ورشة الفلفل الاسود ورشة الشطة ورشة من الكزبرة الناشفة، ونديهم تقليبة وننزل على وش الطاجن بتاعنا. وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نحط الطاجن بتاعنا جوه الفرن ياخد اللون المحترم وكده، ويتسبك كمان اكتر من كده في قلب الفرن. شايفين شكله عامل ازاي؟ حاجة كده في منتهى الجمال. هنا بقى كان العيش المحمص بتاعي جه، كان جوزي جه خلاص، خلاص بقى المغرب هاخد لها دقيقة واحدة والمغرب هتنطق، فهنعمل بقى الفتة بتاعتنا. جبنا بقى ايه العيش متحمص جاهز من اللي هو المقمر الناشف ده، مش هنقعد لسه بقى ايه نحمر في العيش. وكمان الكوارع سمينة جدا، فالموضوع ما كانش مستحمل لان معدتنا مش هتستحمل كل ده. فروحنا جايبين بقى العيش زي ما انتوا شايفين كده، قطعناه خدنا الناشف منه وسيبنا الطري اهو زي ما انتوا شايفين كده. خدت وش العيش المقمر كله الاحمر اللي هو بيبقى ناشف قوي، وبعد كده بقى هحط عليه حوالي 3-4 كبشات كده من الشوربة عشان يطرى معايا. لما يبقى يطرى معايا بالشوربة احسن ما يكون هو طري من الاساس، عشان تحسي ان انتي بتاكلي حاجة كده. وبعد كده هحط على وشهم بقى ايه الرز الابيض بتاعنا بقى، رز الفتة اللي معروف واللي ما نقدرش نستغنى عنه خالص في اي نوع بقى من انواع الفتة. هجيب معلقة بقى علشان اعرف ان انا يعني اشتغل شوية
اهوت افرد بقى الرز بتاعي كده على العيش وعلى الشوربه بتاعتي عشان يندمجوا مع بعض كده وتاكلي احلى فته. المفروض ان انا هحط بقى ايه كرنيب شوربه على الوش كده، فحسيت ان احنا مش بنحبها تكون العيش بايش قوي والرز يبقى فيه شوربه قوي، فانا هحط ايه، هحط كرعيين كده على الوش يدوا معانا شكل حلو وكده. خلاص كان الموضوع انتهى على كده. وطبعا الطاجن بتاع الكوارع اللي احنا عاملينه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده كان طلع من الفرن، والفرخه بتاعتنا كمان كنا طلعناها من الفرن. نغرف بقى طبقين رز كده جنب الفرخه عشان طبعا اللي مش هياكل كوارع واللي مش هياكل فته، وهنغرف كمان طبقين شوربه محترمين كده من الكوارع. بس طبعا لازم نطلع الكوارع بتاعتنا من قلب الحله الاول كده علشان تهدى شويه، لان المغرب في هذه اللحظه كان نطق يعني، والولاد بيشربوا العصير ورايا وانا بغرف زي ما انتوا شايفين كده. هنغرف بقى طبقين شوربه كده محترمين. رجعنا مع بعض تاني بعد ما روحنا فتحنا الباب عشان طبعا الجرس كان بيرن، ما بيحلاش الجرس ولا التليفونات يا جماعة ساعة ما اجي اسجل الفيديو معاكم. المهم بقى دي الفرخة اتقسمت مني نصين، يعني الوركين مع بعض والصدرين مع بعض، وده طبعا طاجن الكوارع اللي جنبها، وكمان دي الفتة اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، ودي الكوارع، وكان في دبانة رزلة كده وطبق مخلل طبعا جنب الاكل ده اساسي، ده اساسي طبق المخلل ده جنب الاكل. وطبعا الرز الابيض بتاعنا والشوربه والكوارع بتاعتنا والرز الابيض كمان، يعني ده اكلنا النهارده وده كان فطارنا. قولوا لي ايه رايكم بقى، علشان ولادي كانوا معترضين على الاكل النهارده، بيقولوا لي في حد يعمل الاكل ده كده يا ماما في رمضان؟ ايه يا ماما؟ يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني، ومع السلامه.